بس انا نزلت اشتريتهم صحه. هروح لسه الاوضه التانيه، صحتهم كويسه جدا. عليك يا خاينه، ايه الحلاوه دي ما شاء الله. اوكي يا شباب، زي ما متعودين نبدا الفيديو بتاعنا بسم الله، وتعالوا كده ناخد شويه الحمام دول وندخل بيهم الاوضه الثانيه. وما شاء الله هنشوف الحمام الجديد اللي احنا كنا جايبينه في الفيديو اللي فات، وهنشوف اسعاره، وهنشوف انه حمام جديد باض ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. دول يا شباب احنا هننقلهم معانا الاوضه الثانيه، هيقعدوا على طول هنا ما شاء الله. واحنا داخلين المكان بتاعنا بنسمي الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. وهنعمل شغل جديد بقى في الاوضه ديت، هنبيض المكان معانا وهنبيض معانا العيون دي، هنوحد اللون بتاعهم. حلو حلو ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. واقول لكم احنا هنعمل ايه بالظبط. ناخد بس كده شويه الحمام دول ما شاء الله، دول هيفضلوا معانا هنا هما والحمام الكشك. الحمام الكشك في حاجه منه هنا النتانه امبارح رميت لها طاجن تمام. الدكر بقى هنا عايز ياخد العين ديت، وانا مش عايز كده. انا مش عايز جوز الحمام يسيطر معايا على العيون. نقفل دي كده ونمسكه من هنا. تعالى كده بطل اهو، ده هنخليه مع النتايه بتاعته، ونقفل العين دي وهنحط فيها حمام من الحمام اللي احنا هنجيبه هنا. جبنا مين هنا بقى يا شباب ما شاء الله. عايزين بس ننزل ده على الارض كده عشان الشمس ما شاء الله. جبنا هنا يا شباب الكشايكه ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الكشايكه السود دول هيقعدوا معانا هنا. يبقى احنا معانا هنا الكشايكه الكتافات تمام، والكشايكه السود هيبقوا معانا في العيون اللي تحت دي. ادي الدكر اهو. هقول لكم برده اسعار دول عشان الناس اللي عايزه تعرف اسعار الحمام. دي انتهى ميداليه يا شباب. طبعا كانوا مطلعين فرد حمام، وفرد الحمام اتزنق معانا ورا العيون واتكل على الله. جوز الحمام زي دول كده يعملهم 300 جنيه. ليه 300 جنيه؟ لان النتايه قصيره جدا وجوز الحمام جمال جدا مع بعض اهو. بصوا هي بس فيها عيب بس اللي هي بصوا الدكر عامل ازاي. دول هيقعدوا هنا. هطمنهم للمكان ازاي؟ هرمي لهم طاجن واسيبهم هنا يومين 3 ايام يطمنوا للمكان. هنا بقى انا عايز ارسم رسمه تكون شكلها حلو هنا اول ما ندخل المكان، تكون حاجه حلوه. وعايز اعمل حاجه ثانيه يا شباب، عايز اعمل رف بيتفتح ويتقفل معانا في الجنب ده، بحيث ان انا لو عايز اطير الحمام من هنا يطير معانا، لا اما هنا لا اما هنا. فان شاء الله باذن الله في رف هيتعمل للاوضه ديت، والاوضه دي هتبقى مختصه بنفسها. تاني جزء هيقعدوا معانا هنا وهو الحمام ما شاء الله. قص الحمام الدكر العبسي القديم اللي معانا. الدكر ده قديم قوي يا شباب. الدكر ده انا كنت شاري جده، مش ابوه بقى، لا جده. في ايه؟ كنت شاري جده يا شباب من حوالي مثلا 8 9 سنين. جده فرخ طبعا ابوه، بعد كده ابوه فرخ لفرد الحمام ده. يعني فرد الحمام ده عنده بتاع حوالي 5 سنين دلوقتي. مش عايز ابيعه يا شباب، هو واخد نتايه كركنديه، بس انا يعني ايه بعزه جدا تمام، لانه من الحمام القديم اللي عندي. الحمد لله يا شباب هيفضلوا معانا هنا في العشه ديت، هو والنتايه بتاعته. النتايه بتاعته كركنديه. والناس اللي بتقول لي انت ليه ما بتنشش حمام؟ نشي في الاوضه دي حمام. بص يا شباب، موضوع نشي الحمام ده مش جاي معايا سكه، ومحدش يزعل مني. موضوع نشي الحمام ده عايز وقت طويل جدا، وعايز قعده مع الحمام، وعايز حاجات كتير جدا، بتفضي نفسك من حاجات كتير جدا. لا، الحمام بتاعك انت بتقعد معاه ساعه واحده ساعتين كبيرك. اما موضوع نشر الحمام عايز وقت طويل جدا يا شباب. وغير كده اللي انت بتجيب دكر بتحرمه من التزاوج، بتحطه في باب لوحده كده بيفضل طول السنه يعني في الباب ده، ولا بيتجوز ولا بتاع. فانا شايفها يعني اللي هي حرام شويه، حرام تمام. فانا موضوع نشر الحمام مش جاي معايا سكه. ممكن اعمل حاجه تانية في نشر الحمام. يعني انا ممكن اجيب الحمام انشه في الشتاء وافرخ منه في الصيف تمام. ممكن دي مع الوقت، بس يكون انا عندي وقت. حلو. ادي دكر الحمام ده كده هيقعد معانا هو والنتايه بتاعته. ادي الدكر اهو ما شاء الله، وادي النتايه بتاعته اهي. بس بقى بص يا شباب، جوز حمام زي العبسي ده كده. العبسي ده كويس على فكره مش وحش، بس النتايه اللي معايا هي اللي مش حلوه. انا ان شاء الله ممكن اجيب له نتايه. دكر الحمام ده يا شباب لو معاه نتايه كويسه يعملوا 300 جنيه جوز الحمام. يعملوا 300 جنيه جوز الحمام. هو على فكره كويس يا شباب، وطويل وعينه ما شاء الله منوره اهي. وفرد الحمل البرنيطه بتاعته كويسه حلو، والديل بتاعه كويس. بس يعني ايه من الجري ورا الحمام الديل بتاعه عايز يتنتف تمام. بس هو عشان سنه يعني فرد الحمل الصغير، يعني حتى تلاقي حركته
زي ما انتم شايفين كده حركته قليله، وده تعرف الحمام الكبير من كده. فرد الحمام حركته قليله بيتعب من اقل حاجه، ده حكم السن عند الحمام. معانا هنا شباب في الاوضه ديت قص الحمام اللي هو الذكر العبسي ده مع النتايه الكركنديه، هستخدمهم كتحضين بيزقوا كويس شغالين زي الفل، هستخدمهم كتحضين او يطلعوا لي، هم بيطلعوا فرد عبسي وفرد كركندي فكويسين يعني زي الفل، بيطلعوا كركندي وبيطلعوا العبسي عبسي حلو. ومعانا هنا القص ما شاء الله الانجلايزه دول ما شاء الله، تحت منهم زغلول ابن الاحمر غزار. هو وقع كده ليه؟ الزغلول التاني يا شباب وقع، قلت لكم هيقع، وقع مهما كنت اعمل معاه يا شباب خلاص يا فرد الحمام وقع. ده ابن النتايه الحمراء غزار يا شباب، والذكر العاده اهو ما شاء الله طالع كويس اهو بسم الله ما شاء الله اهو. ده ابن النتايه الحمراء غزار، والذكر العاده طالع احمر حلو، ده طالع تحت الانجلايزه. فاحنا كده هنسيب الانجلايزه عندنا اهو يا شباب، وهنا تحت الذكر العبسي، وهنا معانا قص الحمام دول استخدمهم برضو كتحضين اللي هو ذكر الحمام اللحم ده، ومعاه نتايه بلدي وتحت منهم زغلول، دول كتحضين كويسين جدا. اللي هو الحمام اللحم كده كده بياكل كويس ما شاء الله، تحت منهم زغلول ومأكلينه كويس وزي الفل اهو ما شاء الله حلو. ومعانا ايه هيفضل هنا اللي هم الكشايكه تمام. انت حصت ولا ايه؟ انت داخله بتحضن ايه؟ عايزه تحصي. ومعانا السود دول هعمل لهم طاجن ومسقه واسيبهم هنا كام يوم اخليهم يحبوا المكان ده. الحمام اللي احنا اشتريناه بقى يا شباب في الفيديو اللي فات اللي هم بسم الله ما شاء الله قص الحمام ده الذكر اهو ما شاء الله، قص الحمام الذره قطيفه او الكسخنجيات ما شاء الله. هقول لكم اسعارهم دلوقتي، وهقول لك لما تنزل تشتري حمام عشان الحمام يبيض عندك. انا عندي حمام جديد بيض على فكره، عشان الحمام يبيض عندك تشتريه ازاي. مبدئيا كده يا شباب انا من الناس اللي بتنزل اسواق الحمام كتير تمام، يعني انا حتى ما بروحش اصور وكده، بس انا تلاقيني في اسواق الحمام على طول. يعني هقول لكم على حاجه، انا كذا مره انزل الاقي نفس الحمام اللي شفته مثلا الجمعه اللي فاتت ولا اللي قبليها ولا اللي قبليها موجود في السوق مع ناس مختلفه. يعني الحمام بيلف في الاسواق، حد بياخد الحمام دوت، يعني انت بتنزل تشتري جوز حمام ما بيشتغلوش عندك بتروح نازل بيعهم في السوق تاني، واحد تاني بياخدهم ما بيشتغلوش عنده بيروح نازل بيعهم في السوق، فعماله تدور في اسواق الحمام بصراحه. يعني بنسبه 80% الحمام اللي فيها الكبير فيه مشاكل. فانا هقول لك تشتري انه حمام ومن مين عشان يبيض ويشتغل عندك، وانه سن ينفع اللي انت تشتريه عشان ينتج عندك. الكلام ده هيزعل مني التجار، بس يعني براحتكم، اللي عايز يزعل يزعل، بس انا بقول حاجه بما يرضي الله. طبعا في حمام في الاسواق شغال يا شباب، يعني في حمام عشان بس برضو نبقى ايه قلنا كل حاجه، في حمام في اسواق الحمام شغال بس قليل من ابو ناهيه تمام. ادي كده ده ذكر الحمام اللي احنا اشتريناه يا شباب ما شاء الله. هنجيب لكم النتايه اللي معاه دول، احنا هننقلهم في الاوضه الثانيه بقى. احنا في الاوضه الثانيه هنحط بقى الحمام الكويس، ودي النتايه ما شاء الله كنيرتهم كويسه. جوز الحمام دول انا دخلتهم في جوز الحمام، جوزين الحمام دول دخلتهم في جوز الحمام القشر بندق اللي كان عندي. جوز الحمام دول واقفين عليا ب 250 جنيه، اللي هم الكسخنجيات دول واقفين عليا ب 250 جنيه تمام، ودول واقفين عليا ب 400 جنيه اللي هم البلق الخضر دول ما شاء الله. النتايه البلقه الخضراء اهي ما شاء الله مزهره طبعا يا شباب. الناس اللي بتقول لي واخده من حلس، لا هي مزهره تمام، ممكن يكون داخلها قشر بندق، بس النتايه مستواها كويس جدا والله يا شباب. يعني ما شاء الله النتايه، انا الذكر اللي معايا ده انا هبيعه واجيب لها ذكر تاني غيره، والنتايه ما شاء الله موسعه وزي الفل. جوز الحمام دول بقى ذره قطيفه انا شايلهم من على الحصى فشغالين، والحصى بتاعهم انا كشفت عليه والحصى مخصب. جوز الحمام دول بقى انا وحظي، يا بختك يا ابو بخيت. بس انا نزلت اشتريتهم صحه، هروح لسه الاوضه الثانيه، صحتهم كويسه جدا، عمرهم مش كبير، سنهم مش كبير. جوز الحمام ما شاء الله كويسين، وانا وحظي تمام. انت وحظك في حاجه زي ديت، لان دول شاريهم، دول مبدلهم مع واحد صاحبي ومجربهم، ودول واحد صاحبي بايعهم له، في واحد بايعهم لواحد صاحبي كده. انتوا فهمتوا الدنيا معايا ماشيه ازاي. دي والذكر اللي معاها. يلا بينا نروح على الاوضه الثانيه، نقفل بس الباب ده كده ما شاء الله. طبعا هنا ان شاء الله احنا مسيبين الديوك الرومي، وهنجيب عيون تانية نحطها هنا، وندخل حمام تاني من الحمام اللي هناك، الكريزليات بقى والكلام ده كله هيقعد معانا هنا. يعني الحمام الشعبي هيقعد معانا في الاوضه ديت تمام، واعمل له رف مثلا لا هنا لا الناحيه الثانيه تمام. كده السقف معانا مقفول، لا هعمل رف لا هنا يفتح ويقفل واختار الحمام وقت ما انا عايز،
وهنا هيكون حمام، الحمام النضيف، الحمام بتاع الفرخ. هغسل ايدي بقى عشان امسك الحمام اللي جوه وارجع لكم تاني، خليكم معايا. غسلنا شباب ايدينا ويلا بينا كده نسمي الله وندخل المكان بتاعنا، وبسم الله الرحمن الرحيم. وعايز اقول حاجه كده قبل ما ندخل على المكان بتاعنا وقبل ما نشوف اي حاجه، احنا فاضل لنا 500 مشترك يا شباب، 400 مشترك ونوصل لل 170,000 مشترك. تمام، ده بفضل ربنا علينا ثم انتم، والله العظيم انتوا اللي وقفتوا جنبنا. فاللي ما اشتركش لسه في القناه خلينا نوصل لل 170 عشان نخش على ال 200,000. لو احنا نستاهلها ادينا اشتراك. يعلم ربنا الواحد بيعمل اي حاجه عشان يخلي اللي بيتفرج يستفيد. تمام ما شاء الله. طبعا جوز الحمد لله احنا هناخدهم هم كمان، اللي هو الجريزليات الكلام ده كله هننقلهم الاوضه الثانيه، واللي هيفضل هنا وفتحيه برضه هتكل على الله. بس تقوم بالسلامه، ربنا ينتعك بالسلامه يا بنت فتحيه، ربنا ينتعك بالسلامه يا قلبي. ما شاء الله كسرت البيت. طب ليه كده فتحيه؟ فتحيه كسرت الحصى. ماشي، صباح الفل عليك يا خاينه، ايه الحلاوه دي ما شاء الله. هنا بقى الحمام الجديد باظ ما شاء الله. طبعا ده يا شباب النتايه دي احنا لسه شاريينها ومحصيه حصويتين، فالنتايه لسه جديده وما شاء الله رمت حصويتين، والحصويتين ما شاء الله مخصبين. تمام، نشتري الحمام ده ازاي هقول لك دلوقتي. ما شاء الله هنا طبعا دي شغاله عندنا يا شباب ما شاء الله، حرمت الحصويتين هي كمان اهي، النتايه الحمراء غزار بسم الله ما شاء الله. لسه مدينها الدكر ده شاريينه جديد يا شباب، حلو. وهنا ما شاء الله السود هم كمان تحتيهم زغلول ما شاء الله. وبرده كنا شاريين الدكر ده جديد، فكل الحمام اللي احنا اشتريناه جديد ما شاء الله حصه، النوتي اللي حصت والدكوره اللي خصبت واشتغلوا زي الفل. تمام، اسمع بقى اللي هقول لك عليه دلوقتي. تعالى يا شحبوه، تعالى كده بطل، تعالى كده يا قلبي. صباح الفل عليك يا بطل مصر، ايه الجمال والحلويات دي. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. كده يا شباب هنا جوز الحمام عايزين ياخدوا العين ديت، دول كمان عايز انقلهم الاوضه الثانيه. ده فرد حمام جريزلي ما شاء الله، ده فرد حمام جريزلي واخد نتايه استراليه. اثبتي بس بيطلعوا لي، شفتوا الفرد الاسود اللي كان طالع قبل كده؟ بيطلعوا لي حمام كويس يعني محترم، بيطلعوا استراليات تلتين. فناخد دول كمان نرميهم في الاوضه الثانيه ما شاء الله. دول هنحبسهم برضو في الاوضه الثانيه ونكتر عيون، وكده كده انا عايز اخد صف العيون ده معايا برضو في الاوضه الثانيه. يبقى هناك الشعب كله، وهنا بقى نقسم بقى الحمام بتاعنا. تمام، خليكم بس هنا كده قبل ما اقفل لما اقفل الفيديو ابقى ارجع لكم تاني. هيبقى معانا هنا شكشك، معانا هنا الاسترولات العادات، جنبيهم الحمر، جنبيهم السود، هنا النفاخات طبعا دول هاخدهم برضو، واحط هزازات. هيبقى فيها هزازات هنا يا شباب، وهيبقى في ان شاء الله هزازات هندي. وهنا طبعا شكشك، طبق عليه بس كده بالراحه. صباح الفل يا شكشوك، صباح الفل يا بطل. وهنا ان شاء الله باذن الله العيون عايز تعمل لها صيانه انا اللي عاملها يا شباب، بس هي عايز تعمل لها صيانه طلعت من المجرى. تمام، وهنا هيكون معانا القص الخضر اللي بره، والزر قطيفه هيكونوا مثلا في عين ثانيه. والدكر ده هنجيب له نتايه، الدكر ده هنجيب له نتايه. طبعا انا حاطط الاثنين مع بعض يا شباب عشان خاطر مفيش مكان عندي، مفيش مكالف او مسا، فانا هنشتري مسا برضو ما بيضربوش بعض. كده كده الدكرين هاديين اصلا، حطوا مع بعض من امبارح وزي الفل اهو. وهنا الدكر البلومي هيفضل معانا هنا، والشقلباص دول هيروحوا الاوضه الثانيه. ماشي عشان نخش على الموضوع الاساسي اللي معانا النهارده، وهو الحمام الجديد باض. عايز تجيب حمام ويبيض ويشتغل وينتج عندك ويكون كويس وزي الفل، لو هتمضطر تنزل تشتري من اسواق الحمام، انزل اشتري حمام شبابات لزغاليل. تمام، لا حمام شبابات لزغاليل، اي نوع ما انت عايزه. يعني انت عايز تربي غزار، عايز تربي زواجل، عايز تربي هزازات، اي نوع انت حبه هات لك حمام عليه ريشتين 3 4 5. هات الحمام ده يطمن عندك للمكان، لان في حمام ممكن تشتريه يكون شغال وزي الفل ويجي عندك ما يطمنش، تكون انت مثلا حابسه في عين صغيره زي كده وعايزه يطلع فيها. لا، الحمام عشان يشتغل عايز له عين كبيره زي دي كده عشان ينتج ويطلع فيها. عايز المكان يكون فيه تهويه كويسه، مفيش حشرات بتقلقه. هو اكيد في كل عش فيها حشرات بس مش بنسبه كبيره. لو في نسبه كبيره حشرات عندك، نسبه كبيره من الحشرات عندك، الحمام مش هيشتغل وهيقلق. ولو في زواحف براسه وبتاع والكلام ده، هو هيقلق على الحصى بتاعه فمش هيشتغل. حتى لو الحمام شغال او حتى لو الحمام شغال مش هيرضى يشتغل عندك. الحمام ما يشتغلش زي الساعه غير لما يكون مطمن، لان انت الحمام ليه نفسيه.
الحمله ونفسيته تمام هيشتغلوا زي الفل. ماشي، يبقى انت تنزل تشتري حمام على الريش. ونصيحه مني لاخواتي اللي الحمام تشتريه، اشتريه من حد صاحبك، حد حبيبك، حد جارك، حد كويس، عشان يجيب لك حاجه محترمه تنتج عندك. انت ممكن تشتري حمام في مشاكل تيجي عند تفضل تعالج فيه وتديله كالسيومات وسلينيوم ومش عارف ايه واملاح وتديله كل حاجه، يشتغل معاك عش والتاني يروح واقع تاني، تطلع عينك معاه. طب ليه يا عم؟ ليه الدوشه دي؟ طب ما انا اجيب حمام اول شغل كده يديني خيره وخير خيره وربنا يكرمني منه. بجد انا والله العظيم ولا بدي سلينيوم ولا بدي املاح ولا بدي الكلام ده. هو التحديق عندي والكلفه نضيفه والميه نضيفه والمكان حلو وشكرا على كده. تمام، متشكرين يابا. الحمام بيجي يشتغل، اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله. انتوا شايفينه وبتشوفوا والدنيا زي الفل. كده انتوا فهمتوا الدنيا ماشيه ازاي. عايز الحمام يبيض اللي انا قلته ده نفذه عندك وحبايبنا شباب. واحلى مليون مسا عليكم كده شباب. يكون الفيديو بتاعنا خلص، اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام يا شباب.